واول حاجه نتكلم عنها وهي البوتل نيك او عنق الزجاجه. طب ايه عنق الزجاجه ده؟ اشرح لك مثال بسيط جدا يفهمه لك. نفترض ان في طريق بيمشي فيه 5 عربيات بالعرض، تمام؟ والطريق اللي بيمشي فيه 5 عربيات بالعرض ده انت مشيت فيه عربيتين بس، فالطريق هيبقى سالك وسهل جدا، واي حد ممكن يجي يمشي بسرعه ويمشي بالسرعه القانونيه عادي جدا ومفيش اي مشاكل هتحصل. طب نفترض بقى ان الطريق اللي بيمشي فيه 5 عربيات بالعرض ده حطيت فيه 15 عربيه، هل الطريق هيمشي؟ لا، هيحصل زي ما بيحصل في حلوان وفي عين شمس وفي مناطق كتير قوي، الدنيا كلها هتبقى زحمه ومحدش عارف يمشي وكلاكسات كتير والناس بتتخانق مع بعض، فالدنيا بتقف. هو ده بالظبط عنق الزجاجه في الكمبيوتر. اللي بيحصل كارت شاشه بيعمل ريندر لفريمات كتير قوي، تمام؟ المعالج مش قادر ياخد كل الفريمات دي مره واحده، فبيعمل ايه؟ ياخد شويه يقول لك استنى بقى للباقي ويعالج الشويه دول، بعد ما يخلص يقوم واخد الباقي، يكون اصلا كارت الشاشه عمل فريمات جديده. فانت هنا حرفيا في يعني الدنيا مش شغاله مظبوط تماما. اتمنى يكون المثال واضح. فعشان كده بالمخ بتلاقي ايه في عنق الزجاجه ده؟ المعالج شغال تقريبا بقوته كامله 100%، وكارت الشاشه شغال 50%. ما هو عايز يوقف الفريمات الزياده دي عشان ما يعملش اوفرلود على السي بي يو، يعني ما يوديش داتا زياده، السي بي يو كده كده مش هيلحق يعالجها. فبس كده، هو ده كان عنق الزجاجه.